السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة مهم جدا جدا لطلاب الجامعة وخصوصا سنة أولى، وهو بناخد ايه أول يوم جامعة في شنطتنا. عملت الفيديو ده لأن أنا كنت السنة اللي فاتت بسأل برضو نفس السؤال ده، ومش عارفة فعلا ايه الحاجات اللي المفروض ان أنا أخدها معايا. فخليكم معايا لآخر الفيديو، وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم واشتراك في القناة عشان نوصل 1000 إن شاء الله في أقرب وقت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا الشنطة بتاعتي بالشكل ده، دي يعتبر من انسب الشنط للجامعة. حاولوا ان انتوا ما تجيبوش الشنط اللي هي الجلد اللي بيبقى مثلا الحزام بتاعها رفيع جدا فبيوجع الكتف وفي نفس الوقت بيتقطع بسرعة. في الاول كده انا بحب ان انا احط على الشنطة حاجات كده من بره تديها شكل، عشان هي الشنطة بتاعتي سادة خالص. فشكل الطيارة ده دي اصلا جاية مع الشنطة. حطيت فيها الميدالية دي، انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده بعجينة السيراميك، وكمان حطيت فيها الدبوس كده التاني ده. ولو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديو اشكال لدبابيس بتتعلق على الشنطه اكتبولي تحت في الكومنتات. الشنطه عندي مكونه من كذا سوسته، اولا السوسته اللي هي الكبيره خالص دي، وبعدين سوسته تانية اصغر شويه، وسوسته تحت خالص اصغر منهم او يعتبر قد التانية. وفي من الجنب الجيب ده، ومن الجنب التاني نفس الجيب بالظبط. طبعا اول واهم حاجة هتحتاجوها هي ازازة المية، يعني حاولوا ان انتوا ما تنسوهاش خالص، ودايما اشربوا مية في الجامعة لان يعني مفيدة جدا وبنحتاجها كتير جدا. يعني ما تعملوش زيي وتنسوا انكم تشربوا مية. في الجيب التاني اللي جنب الشنطة بحاول ان انا احط فيه حاجات انا بحتاجها دايما وببقى محتاجاها ان انا اوصلها بسرعة، وهي الوايب. الوايبس بجد مهم جدا جدا ومنجز، يعني وبنعمل بيه اي حاجة. يعني مثلا مش لاقيين مكان نغسل فيه ايدينا بنمسح ايدينا بوايبس، اي حاجة مثلا وقعت على هدومنا بنمسحها بوايبس. يعني اي حاجة من دي الوايبس بجد منجز جدا. وتاني حاجة حطوها برضو في الجيب ده هي الكحول، لان انا طبعا بحتاجه دايما ان انا اطلع منه ارش على طول، فمش لسه بقى هفتح يعني سوسته بقى كبيرة وكده، فبحطها في الجيب اللي من الجنب عشان اوصلها على طول. وزي ما نبهت عليكم في بداية الفيديو ان الشنط اللي هتجيبوها خلوا الحزام بتاعها مش جلد، يكون يعني كده قماش، وفي نفس الوقت مش رفيع قوي عشان ما يوجعش الكتف. ندخل بقى على سوستة الكبيرة. طبعا انا مش دايما باخد كل اللي انا حطاه فيها ده، بس انا حاطه لكم اختيارات كتير. مبدئيا كده السوستة الكبيرة عندي فيها زي جيب كده من ورا، فده بحط فيه زي شنطة الطوارئ كده. دي المقلمة اللي احنا كنا عاملينها في فيديو قبل كده، حبيت ان انا استخدمها في ان هي تبقى شنطة الطوارئ. دي بيكون فيها بقى كل مستلزماتنا الشخصية. ومن اكتر الحاجات المهمة اللي هتحطوها في الشنطة دي هي علبة الدبابيس، ويكون معاكم فيها ابرة وخيط عشان لا قدر الله لو اي حاجة في هدومكم اتقطعت تقدروا ان انتوا تخيطوها بسهولة. فانا لفيت شوية خيط كده على خلة اسنان، وحطيتها برضو في شنطة الطوارئ دي. حاجة كمان باخدها معايا احتياطي هي كمامة او كمامتين زيادة، عشان برضو لو كمامتي اتقطعت يكون معايا بديل ليها، ولو ما اتقطعتش فهي بتفضل في الشنطة بقى لحد بقى ما احتاج لها. وكمان بحب اخد معايا برشام مسكن عشان لا قدر الله برضو لو تعبت ولا حاجة فيكون موجود في الشنطة احتياطي برضو. وكمان حاجة مهمة جدا هي البوك او المحفظة اللي بيكونوا بقى حاطين فيها كل كارنيهاتكم وفلوسكم وكل حاجة. بس الافضل انكم تجيبوا بوك صغير، يعني في بوكات بتبقى مثلا نص البوك ده احسن وبياخد حاجات كتير وفي نفس الوقت ما بياخدش مساحة في الشنطة. طبعا بقى انتوا هتكونوا رايحين اول يوم مش عارفين انتوا هتاخدوا ايه، ممكن حد يشرح لكم حاجة، يعني قليل جدا اللي بيشرحوا في اول يوم، بس في دكاترة فعلا بيدوا محاضرات، فانتوا ممكن تاخدوا نوت بوك كده صغيرة، يعني حاجة كده خفيفة معاكم في الشنطة. وبرضو لو حبيتوا ان انتوا تكتبوا اي حاجة او اي ملاحظات ورا الدكاترة تعرفوا تكتبوها، او ممكن تاخدوا كشكول كده كبير، بس انا بحب اخده طبعا جدا. ورقاته مش كتير بس بحس ان هو بالنسبة لي اهم من النوت بوك يعني، وكمان اخف عنها. والحاجة اللي بعد كده صراحة مش مهمة قوي، بس انا حبيت ان انا اقول لكم بما اني احيانا بحب ان اخده، وهو لو احنا رايحين مثلا في ايام مش هناخد فيها حاجات كتير زي اول يوم جامعة، فبحب ان انا اخد كتاب كده يسليني في الطريق او اي حاجة. وطبعا حاولوا تاخدوا كتاب صغنون عشان ما ياخدش مساحة برضو في الشنطة وما يبقاش تقيل عليكم. طبعا ده مش باخده في كل الاوقات خالص، يعني هو كده بس في بداية الجامعة، لكن بقى لما بناخد كتب الجامعة بنستبدله يعني.
وباخد برضو معايا مقلمة. المقلمة دي بتفضل دايما في الشنطة او بيفضل فيها كل اقلامي. طبعا انتوا مش محتاجين غير ان انتوا تاخدوا قلم جاف ازرق مثلا، وقلم رصاص واستيكة، وممكن قلم اسود، بس انا بحب صراحة اخد المقلمة كده كلها معايا. وبما انها يعني مش تقيلة قوي، هتسألوني بقى انت جايبة يا فاطمة مقلمة كبيرة قوي كده ليه؟ هقول لكم ان دي بتشيل معايا حاجات كتير قوي، وباجي على نص الترم كده ببقى حاطه فيها يعني حاجات كتيره جدا جدا، يعني حاجات مش عايزاها تضيع فببقى حطاها في المقلمه. وببقى مطمنه عليها جواها يعني. حاجه كمان حابه ان انا اقولها لكم بخصوص الفلوس، ما تحطوش فلوسكم كلها في البوك، عشان لو لا قدر الله ضاع يبقى معاكم فلوس على الاقل ان انتوا تروحوا. فبيبقى في مثلا سوسته كده جوه الشنطه او اي سوسته عندكم، حطوا فيها مبلغ كده ان انتوا تقدروا ان انتوا تروحوا بيه. السوستة بقى الأصغر منها بكون حابة ان انا احط فيها دايما مصحف صغير. هو بيبقى فيه ابلكيشن على الموبايل، فيه برنامج المصحف وممكن نقرأ منه، بس عشان لو احنا هنقرأ كتير او عينينا وجعانا فنقرأ في المصحف احسن، وعينينا ما توجعناش وما نبقاش بنرهقها. بحب برضو اخد الهاند فري، عشان احيانا مثلا في وقت بين المحاضرات او في المواصلات الدنيا بتبقى دوشه قوي، فبنفصل عن العالم اللي بره بان احنا نحط بقى الهاند فري في ودننا وبنسمع بقى قرآن وبنعيش معاه يعني. ودي حاجة يعني باحطها عشان الذاكرة عندي، ان انا ببقى حابة ان انا البس الساعة بس بنساها دايما وما بلبسهاش، فببقى حطاها دايما في الشنطة عشان اول ما افتكر ايه ده انا ملبستش الساعة فتكون موجودة جوه الشنطة يعني. وفي السوستة بقى اللي تحت بحب دايما ان انا اخد المصلية بتاعة الصلاة، منقذة جدا جدا، عشان لو انتوا مستعجلين وعندكم مثلا محاضرة ومفيش وقت ان انتوا تروحوا المصلى بتاع الجامعة، فتفرشوها كده على اي جنب وتصلوا عليها. ودي برضو بحطها في الشنطة عشان الذاكرة يعني، اللي هي ماسك الكمامة، عشان برضو دايما بنساها. ولو انتم بتحبوا تكتبوا في نوتة كده وقلم وكده، بدل مثلا النوتة بتاعة الموبايل، فممكن تخلوا معاكم نوتة صغيرة، وهتحتاجوا للنوتة كتير قوي صراحة. وبحط دايما المفاتيح برضو في مكان قريب من الشنطة، عشان ببقى راجعة من الجامعة مثلا مرهقة جدا، فمش هقعد ادور عليها في الشنطة كلها، فبحطها في مكان قريب. وبس كده. حابة بقى ان انا اتكلم معاكم شوية، عايزة اقولكم ان الجامعة مكان حلو جدا، وكمان هتتصاحبوا فيه على ناس كتيرة قوي. حتى لو مش هتبقوا صحاب ممكن تبقوا زمايل، ممكن تبقوا معرفة، ومعرفة دي ممكن تبقى معرفة خير. وانا مقدرة جدا ان انتوا كان عندكم صحاب وممكن تكونوا افترقتوا في الجامعة، بس هتلاقوا برضو في الجامعة ناس كويسة جدا، لانه برضو هم كان عندهم صحاب وافترقوا، فهتلاقوا كلكم وكل واحد هيلاقي الشخص اللي شبهه. دي اهم حاجة، ما تصاحبوش على اي حد كده وتحكوا له بقى كل حاجة في حياتكم. لا، خليكم يعني تيقنوا قوي في الناس اللي انتوا هتختاروهم ان هم يبقوا صحابكم، وحاولوا تقربوا دايما من الناس الكويسة اللي وانتوا معاهم تتكسفوا ان انتوا تعملوا حاجة غلط او حاجة حرام. وحاجة كمان كنت حابة ان انا اتكلم فيها، ان انتوا سواء داخلين الكلية دي ان انتوا كنتوا حابينها وعايزين تدخلوها اصلا، او داخلينها عشان يعني ده اللي ربنا قدره لكم، فخليكوا دايما عارفين ان ده الخير ليكم، وان شاء الله هتلاقوا نفسكم في الطريق اللي ربنا اختاره لكم ده. وربنا معاكم يا رب، ويكرمكم ويوفقكم، وتكون ايام الجامعة لطيفة وسهلة ويسيرة عليكم، وتقضوا فيها اوقات كويسة، وبإذن الله في الاخر تطلعوا بتقديرات كويسة ان شاء الله. وربنا يرضى عنكم ويرضيكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.